قبل أيام قليلة فقط خرج وزير وهمي في الجمهورية الوهمية بتهديد خطير يتجاوز كل الخطوط الحمراء، أعلنها بكل صراحة وقال: كل من يوجد فوق تراب الصحراء سيكون هدفا للقتل. أي مستثمر أجنبي أو سائح في الأقاليم الجنوبية دمه مباح من الآن. لكن بعد ذلك مباشرة خرج مسؤول فرنسي رفيع المستوى وقرر أن يرفع التحدي في وجه العصابة الإرهابية، وقال: إن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ستقوم بإنجاز استثمارات ضخمة جدا في الصحراء المغربية بغلاف مالي يقدر بنحو 150 مليون أورو. نعم، 150 مليون أورو. لنستمع أولا إلى التهديد الخطير الذي صدر عن المسمى مصطفى سيدهم علي البشير، وزير ما يسمى الأراضي والجالية الصحراوية. ولا تنسوا أن تتركوا له تعليقاتكم، نريد ردا قويا ومزلزلا من متابعينا الأفاضل على هذا المجرم الإرهابي الخطير. إذن نطلع لكم الفيديو دابا لكل غاية مفيدة، ولا تنسوه من جميل دعائكم. أي مستثمر أجنبي وأي سائح أجنبي داخل الأرض المحتلة راه يعرض نفسه للخطر، ولا يقول لنا عنه مدني، ولا يقول لنا عنه بريء، ولا يقول لنا عنه كانت غايبة عنه الأحداث. إذا هذه الرسالة باغي أنها توصل للمستثمرين والسواح اللي جايين. فهم، احنا ما لنا بظروف ديال السياحة، احنا بظروف حرب، احنا ما لنا بظروف ديال السياحة، احنا بظروف حرب. نعاودوا: أي مستثمر أجنبي وأي سائح أجنبي، أي مستثمر أجنبي وأي سائح أجنبي، مستثمر أجنبي وأي سائح أجنبي داخل الأرض المحتلة راه يعرض نفسه للخطر. داخل الأرض المحتلة يعرض نفسه للخطر. كلام خطير جدا. الخطر هو الذي ورد على أفواهكم. ولا يقول لنا عنه مدني، ولا يقول لنا عنه بريء، ولا يقول لنا عنه مدني أو يقول أنه بريء. عند عصابة الإرهابيين لا يوجد أبرياء ولا يوجد مدنيون. يقول لنا عنه كانت غايبة عنه الأحداث. إذا هذه الرسالة باغي أنها توصل للمستثمرين والسواح اللي جايين. فهم، قال لك هذه الرسالة يريدونها أن تصل إلى السياح والمستثمرين لكي لا تكون هناك استثمارات في قلب الصحراء المغربية. احنا ما لنا بظروف ديال السياحة، احنا بظروف حرب، نحن ما لنا بظروف سياحة، نحن في ظروف حرب. ما لنا بظروف ديال السياحة، احنا بظروف حرب. إذن كما سمعتم إخواني أخواتي، كان هذا كلام خطير جدا من المسمى سيدهم مصطفى البشير أو ولد البشير. وأنا أتساءل، هل يجهل هؤلاء المرتزقة بأن الصحراء في مغربها، وأن المغرب في صحرائه، كما قال المغفور له أبونا الحسن الثاني تغمده الله بوسع رحمته؟ وكل من يحاول تغيير هذه الحقيقة سيواجه ردا قاسيا لا يرحم. المغرب يملك السيادة والقوة، ومن يهدد أمنه واستقراره سيمحى من الخريطة. بعد هذا التصريح الذي سمعناه يتأكد لنا بأن اليأس قد بلغ ذروته عند عصابة البوليزاري، وأنهم فقدوا البوصلة بالكامل. تصريح صادم، تهديد لا يمكن وصفه إلا بالإرهاب. كيف لشخص يدعي بأنه وزير في حكومة أن يخرج بتصريح من هذا النوع، أن يقول بصوت واضح: أي سائح أجنبي، أي مستثمر في الصحراء سيتعرض للموت. لا تقولوا لنا إنه مدني، نحن في حالة حرب ضد المغرب. تصريح يزلزل العقل، يضرب في عمق كل المواثيق الدولية، ويكشف بأن عصابة البوليزاريو لم تعد قادرة نهائيا على التمييز بين المدني والعسكري، ولا بين السائح والمقاتل، وكأنهم قرروا رسميا التحول إلى منظمة إرهابية. لكن مهلا، وزير البوليزاريو لا يكتفي فقط بالتصريح، بل يرسل رسالة واضحة: نحن لا نميز بين أحد، سواء كان مدني أو عسكري، أي أجنبي على أرض الصحراء هو هدف مشروع للقتل.
هل يمكن أن نتخيل حجم هذه الكارثة؟ هل يمكن أن نقبل بأن يصبح المدنيون العزل أهدافا للإرهاب؟ أم أن البوليزاريو باتت تعلن رسميا بأنها جماعة إرهابية تضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية؟ لكن المفاجأة الكبرى هنا لم تتأخر نهائيا. رد ناري وصادم جاء من قلب الصحراء المغربية ومن العيون تحديدا، حيث خرج المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة بعد هذا التصريح بتصريح آخر قلب المعادلة رأسا على عقب، وأعلنها بصوت عال: فرنسا تعتزم استثمار 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. رسالة واضحة من باريس أن المغرب شريك استراتيجي، وأن استثماراتها في الصحراء لن تتوقف نهائيا ولا تبالي بهذه التهديدات، بل إن استثمارات فرنسا في الأقاليم الجنوبية ستتضاعف مرارا وتكرارا. هنا نطرح السؤال الكبير: هل تملك البوليزاريو الجرأة لاستهداف المصالح الفرنسية؟ هل يمكن أن تصل حماقة الوزير الوهمي إلى درجة استهداف استثمارات دولة عظمى مثل فرنسا؟ أم أن هذه التصريحات مجرد فقاعات في الهواء تعكس ضعف قيادة البوليزاريو وفقدانها للبوصلة؟ ما يجهله أو يتجاهله هؤلاء المرتزقة أن فرنسا ليست لعبة، والرد سيكون قاسيا. كل المتتبعين للشأن الدولي يعرفون جيدا بأن فرنسا لا يمكنها أن تتسامح نهائيا مع أي تهديد لمصالحها، والتاريخ مليء بأمثلة على ردود باريس العنيفة جدا ضد كل من يحاول استهداف استثماراتها أو مواطنيها. فهل تتجرأ الآن عصابة البوليزاريو على اللعب بالنار مع فرنسا؟ أم أن الوزير الأحمق أراد فقط أن يشعل حربا كلامية عفوا بعدما أدرك بأن مشروعهم السياسي ينهار بشكل متسارع؟ التصريحات الأخيرة تعكس تحولا خطيرا جدا في نهج البوليزاريو من حركة انفصالية إلى منظمة إرهابية تتبنى العنف ضد المدنيين. هل ستقف المنظمات الدولية صامتة أمام هذا الجنون؟ أم أن المجتمع الدولي سيعلن رسميا بأن البوليزاريو باتت تشكل تهديدا مباشرا على السلم وعلى الأمن الدوليين؟ على الجميع أن يدرك بأن هذه التصريحات ليست مجرد كلام عابر، بل هي تحريض صريح على القتل والإرهاب واستهداف مباشر لكل من يؤمن بأن الصحراء مغربية. فرنسا قالت كلمتها، والمغرب لن يسمح لأي جهة مهما كانت هذه الجهة بأن تهدد استقراره والمصالح الدولية في أقاليمه الجنوبية محمية بقوة القانون. اليوم بات واضحا بأن البوليزاريو دخلت مرحلة غير مسبوقة من اليأس المطلق، وصارت تصريحاتها غير محسوبة العواقب. لكن المغرب يعرف جيدا كيف يرد على التهديدات، وأي استهداف للأجانب أو للاستثمارات في الصحراء المغربية سيكون انتحارا سياسيا لعصابة البوليزاريو. لكل من قد يتساءل عن الرد المغربي أقول له إنه قد يأتي في أي لحظة. المغرب لن يقف مكشوف الأيدي أمام التهديدات الإرهابية. هل تعتقدون بأن البوليزاريو ستجد المغرب أمامها مكشوف الأيدي؟ هل يتخيل هؤلاء بأن هذه التهديدات الإرهابية المفلسة ستمر دون رد؟ هنا تكمن المفاجأة الكبرى، لأن المغرب لن يتوقف عن الرد ولا يتوقف، والمغاربة يعرفون جيدا بأن الرد المغربي لا يكون بالكلام بل بالفعل والحزم والقوة والبطش. الرد المغربي تعرفه البوليزاريو جيدا، تعرفه من خلال الدرونات المغربية التي قصفت تجمعاتهم وحيدت عددا كبيرا من قياداتهم. وعرفت البوليزاريو من خلال هذه الردود بأن التهديد
أو الاقتراب من المغرب يعني الموت، وأن من يجرؤ على المساس بسيادة المملكة سيلقى مصيرا مؤلما ومباغتا بشكل مفاجئ، لا إنذار ولا تحذير، المهم ضربة مفاجئة تأتي من السماء وتجعل كل من تسول له نفسه تهديد الوطن يتحول إلى أشلاء، إلى رماد في صحراء المغرب الشاسعة. هل تظن البوليساريو بأن التهديد سيخيف المغاربة، أم أن اليأس جعلهم يخلطون بين الحلم والواقع؟ المغرب يعرف جيدا كيف يرد على الأعداء، وفي أي وقت رده سيكون في الوقت المناسب تماما، مثل ما حدث في القرقارات عندما كانت الدرونات هي من أنهت أسطورة التمرد. هل يستعد المغرب الآن لرد جديد؟ وهل تجرؤ البوليساريو على استفزاز المملكة مرة أخرى؟ الجواب في الأيام القادمة التي ستكشف لنا الحقيقة الكاملة، لكن من يعرف المغرب جيدا يدرك أن المساس بسيادته هو انتحار محقق. الحقيقة واضحة وضوح الشمس، المغرب لن يسمح لأي جهة كانت بتهديد أمنه واستقراره، ولا باستهداف المدنيين أو الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية. البوليساريو الآن تلعب بالنار وتتصرف كمن أو كذاك الذي قرر الانتحار سياسيا، لأن التصريحات الإرهابية التي أطلقها الوزير المجنون لن تمر مرور الكرام. المغرب ليس دولة تهاب التهديدات، بل دولة عظمى تعرف جيدا كيف ترد بقوة وحزم، تماما مثل ما فعلت في عدد من المناطق الجنوبية، وكما تفعل الدرونات المغربية التي قصمت ظهر الانفصاليين. والعالم بأسره يعرف أن من يمس شعرة واحدة من المصالح المغربية سيجد نفسه في مواجهة جيش محترف يمتلك التكنولوجيا المتقدمة وقوة ردع لا يمكن أن تقاوم. فرنسا إذن ردت بشكل ناري ومباشر، والمغرب يعرف كيف يرد بالطريقة التي يفهمها العدو، لا كلام لا خطابات، بل ضربات تنهي أوهام الإرهاب. فهل تستوعب عصابة البوليساريو هذا الدرس، أم أنها لا تزال تظن بأن التصريحات النارية ستمنحها نفوذا على الأرض؟ وكما قلت لكم في بداية هذه الحلقة، فقد أخبرنا الحسن الثاني رحمة الله عليه بأن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، وكل من يحاول تغيير هذه الحقيقة سيجد ردا قاسيا لا يرحم. المغرب يملك السيادة والقوة، ومن يهدد أمنه واستقراره سيمحى نهائيا من الخريطة. في ختام هذه الحلقة المهمة، لا بد أن نتوقف عند الرسالة الواضحة التي جاءت من قلب مدينة العيون. الرسالة التي بعثتها فرنسا ليس فقط كرد على تهديدات وزير عصابة البوليساريو، ولكن كخطوة عملية وحاسمة تؤكد التزامها بالشراكة مع المملكة المغربية. مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية أعلنت من مدينة العيون عن مشروع استثماري ضخم 150 مليون أورو ستضخ كلها في الأقاليم الجنوبية للمملكة في قطاعات حيوية، من بينها البنية التحتية، المقاولات الخاصة، والمجالات الصناعية. هي إذن خطوة جريئة في زمن التحديات، رسالة واضحة بأن فرنسا تقف قلبا وقالبا مع المغرب، وترى في الأقاليم الجنوبية المستقبل منطقة استراتيجية للاستثمارات بعيدا عن خطابات التهديد والأوهام الانفصالية. المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية الذي يقود وفدا رفيعا إلى المغرب لم يخفي إعجابه الكبير بما تحقق في جهة العيون الساقية الحمراء، حيث أشاد بالبنية التحتية المتميزة وبالجهود التنموية التي جعلت من المنطقة قطبا اقتصاديا صاعدا بفضل السياسة الرشيدة والقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. المسؤول الفرنسي تحدث بكل ثقة عن إمكانيات هائلة في هذه الأقاليم،
وأكد بأن فرنسا لن تكتفي فقط بالاستثمارات، بل ستعمل على تعزيز تعاونها مع إدارات عدة، خاصة الفوسفات الذي بهذه المناسبة قد يمثل أمام البرلمان المغربي بعد توجيه طلب بهذا الشأن، وخاصة أيضا في مجال البحث التطبيقي والفلاحة في إطار مشروع إزالة الكربون من سلسلة القيمة. الوفد الفرنسي الذي جال في مدينة العيون والمعهد الفرنسي للأبحاث في الزراعة المستدامة رأى بأم عينيه كيف تحولت المنطقة إلى مركز تنموي، وكيف أن الاستثمارات الفرنسية ستعزز من دينامية النمو وستخلق فرص عمل جديدة لشباب الأقاليم الجنوبية. وفي نفس الوقت يطلع في الصور والمشاهد والفيديوهات على الوضع في منطقة تيندوف. هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة الاستثنائية بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتؤكد بأن فرنسا لا تعبأ ولا تبالي بالتهديدات، بل تراهن على استقرار المغرب وقوته الاقتصادية. وتبقى الحقيقة واضحة، المغرب ماض في طريق التنمية، والأقاليم الجنوبية تتحول إلى قطب اقتصادي عالمي كبير لا مكان فيه للتهديدات أو التصريحات الإرهابية في هذه المعادلة. والعالم كله يرى ذلك ويعرف ويدرك كيف أن من يراهن على الفوضى هو الذي يخسر دائما، بينما من يستثمر في التنمية يضمن المستقبل. إذن كانت هذه هي حلقة اليوم، وهذا هو موضوعها، وأتمنى التفاعل مع هذا الفيديو، وأن تشتركوا في القناة لمن لم يشترك لكي يبقى من متابعين دائما، ولا تنسوا تعليقاتكم أسفلها. أخبرونا ماذا ترون بخصوص هذه التهديدات الإرهابية الخطيرة من عصابة البوليزاريو، لأن الصحراء المغربية ستظل دائمة منارة للسلام والتقدم، والمغرب يعرف جيدا كيف يحمي أرضه ويعزز شراكاته الدولية. تحياتي للجميع، وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل.